امانه في كلمتين محشورين في زوري، اقبلوهم مني بصدر رحب من غير زعل، بمحبه واخويه ورجوله. يعني في نوعيه من الناس، يعني بعض الناس مش الناس كلي، تلاقي الواحد يعني هو موهبه، عنده موهبه كبيره في ضياع الوقت. هو ازاي يضيع وقته ووقتك ويدمر الدنيا خالص. تلقاه رنن عليك من رقم غريب، او ممكن المكالمه تبقى في نص الليل يرن عليك، او رنه واثنين وثلاثه عادي، فبعد ما تفتح يبقى رقم غريب اصلا، وتشوفه على الترو كولر متسجل صباح الخامس، ترد ايوه مين، يقول لك واه عارف صوتي؟ لا ازعل، كيف تعرف صوتي؟ طب هل يعني سؤال، احنا ما نستفسر، سؤال لولبي، هل انت عمرو دياب يعني صوتك معروف؟ هل انت جورج وسوف؟ اول ما اسمعك تقول حبايب اعرفك على طول؟ يعني اقول لك والله ازعل. طب ما تزعل يا اخي، ازعل وريحني يا اخي. والمشكله تقول له مين، تقول لك لا انت خمن حذر فزر. طب ده وقته يلا ما تضايقناه. فرضنا واحد في شغل عادي، مزنوق شغال في مقابلي في اي نيله على راسه، والتليفون رن مرتين ثلاثه ورد عليه، خش في الموضوع على طول. ايوه ايه الاخبار يا فلان، انا فلان عايز كذا 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 كذا، او امشي الدنيا. لكن نقدر نضيعه في الوقت ليه؟ وهم الناس دول لما يدخل يكلمك في الشات، يدخل اول حاجه ينادلك باسمك، يقول لك يا فلان، تقول له ايوه، يقول لك عامل ايه؟ انا تمام والله الحمد لله، انت يا اخبارك؟ نعمه كبيره والله، يدوم الحمد، تسلم يا غالي، يا رب دايما، الله يخليك. ويضيع لك يجي ساعي عشان يخش في الموضوع. لكن لو هو يكتب على طول مساء الفل يا فلان، عامل ايه، الاخبار، يا رب تكون بخير، اما انا كنت محتاج كذا 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 كذا، هتروح ردد انت على طول، والله انا تمام الحمد لله، انت عامل ايه، عيوني حاضر كذا كذا كذا، خلص الموضوع بس خلاص، المصلحه اتقضت في ثواني. لكن ليه ضيع الوقت؟ ممكن تبقى ردت على واحد من الهاند فري، ولا من ايربودز مثلا، ولا حاجه، وايوه مين، يبقى فدك شغل ولا سائق ولا اي مصلحه ايا كانت، او انت مسجلش الرقم يا اخي، تليفونك ضاع يا اخي، اقول هو مسحت رقمي. يعني احنا كنا مرتبطين، كان بينا قصه حب وانفصلنا، فانت زعلان على العشري مثلا؟ يعني لاي سبب من الاسباب رقمك ضاع يا اخي، مش حاجه كبيره، ما غلطتش انا يعني، ما غلطتش يا اخي، مرتاح الدنيا مشي الحال. ترد ايوه يا فلان عامل ايه، ايه اخبارك؟ لو قال لك مين انا فلان، هيقول لك والله حبيبي عامل ايه ويا الدنيا تمام، كويس انك رنيت، ده الرقم اتمسح من عندي، هتسجله. ده الكلام، ده الكلام الرسمي، الكلام المظبوط. لكن الكلام الثاني دي مضيعة وقت، وانا ما اتحرق دمي الصراحه. بس هم الجماعه دولي اللي انت تكنسل عليهم ويرجع يرنوا، تكنسل ويرجع كانك ما نتحداهم، كانك بتقول له لو راجل رن، ويقدر يرن وممكن ترد عليها، يقول لك يا عمي ملفينك بينش، ياد ما تضايقوناش، ياد ما تضايقوناش. دلوقتي الدنيا صعبه والظروف ضايقه على الناس، كل واحد ملهي في معيشته وشغال يعافر في الدنيا ويحفر في الصخر عشان ياكل ويشرب، ويجيب له طقم لولده ولا بنته، ولا عايز يتجوز، ولا عايز يخطب، ولا عايز ذهب، ولا عايز يشتري له حاجه. مديون الناس كلها ما عليها ديون وعليها قروض وعليها جمعيات يا ولدي، ما فيش مجال للعواطف. فبالله عليكم ما تتعبونيش، اللي يرن اخش في الموضوع على طول على طول.